خلطة جبارة مخدومة واخدة حقها من الألف للياء ومعمولة بمزاج عالي. الرز شارب كويس من طعم التسبيكة، وهقول لكم على التركة اللي هتخلي الخضرة محتفظة بلونها أطول وقت من غير ما تسود وطعمها يروح. تقدروا تحشوا بيها ورق العنب أو الكرنب أو المحاشي المشكلة، لون وطعم وريحة فيها كل المميزات. حلة على نار عالية، هحط فيها كوباية الا ربع من الزيت. لما الزيت يسخن كويس هنزل عليه البصل ياخد صدمة عشان يحمر بسرعة من غير ما ينزل ميته، والبصل ما يبقاش معانا معجن جوه الخلطة. استخدمت بصلتين من البصل اللي لونه احمر مقطعهم مكعبات متوسطة بالسكينة مش بالكبة، ودي بتفرق جدا في خلطة المحشي. بحمرهم لحد ما يتبلوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبكون مجهزة جنبي فلفل رومي وحامي وفلفل الوان لونه احمر. بلاش تستخدموا اللون الاصفر عشان هيغير معاكم لون خلطة المحشي. الكمية هتكون حوالي نص كوباية من كل نوع، والفلفل الحامي على حسب رغبتكم، وممكن طبعا تستغنوا عنه. بنزلهم على البصل وبشوحهم حوالي نص دقيقة. معايا هنا معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون وكزبرة والشطة. مش بضيف توابل أكتر من كده. بهارات المحشي والسبع بهارات أو أي توابل تانية تنفع مع محشي الممبار، بس محشي الممبار بيحب الخلطة المحبشة، لكن لو ضفتها على خلطة المحاشي المشكلة هتغير طعمها، وكمان هتغمق معانا الخلطة وهتغمق أي نوع محشي بعد ما يستوي. بنزلهم على البصل والفلفل يتحمصوا معاهم شوية، والتركة دي بتدي تيست حلو قوي وبتقلب ريحة وطعم خلطة المحشي. هزود عليهم معلقتين كبار من معجون الطماطم. وترتيب الخطوات مهم يا جماعة، يا دوب تقلبتين بس، وهنزل عليهم كيلو طماطم عصرتها مع شوية مية صغيرين في الخلاط. قلبتهم مع بعض وهضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر ومكعب من المرقة. بقلبهم مع بعض وبسيبهم على نار عالية في الأول لحد ما مية الخضار تتبخر، وكل شوية بقلبهم علشان الصلصة ما تتحرقش من تحت. لما نلاقي الصلصة خلاص بدأت تنشف بوطي عليها النار وبسيبها حوالي 10 دقايق كمان لحد ما تتسبك خالص، وبنلاقيها بالقوام ده كل السوائل فيها اتبخرت، وبنرفعها من على النار. وهي لسه سخنة بنزل عليها كيلو من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس جدا من المية، وهزود عليهم تلت كوباية من الزيت. المحشي بيعشق الزيت، وكمان معلقة كبيرة من السمنة البلدي أو الزبدة الصفراء. بقلبهم مع بعض وبسيب الرز يشرب ويتطعم كويس من الصلصة، والتركة دي بتفرق جدا في طعم الخلطة. ومش بضيف الخضرة دلوقتي، لو نزلتها على الخلطة وهي لسه سخنة الخضرة هتسود وهتفقد طعمها. بغطيها وبسيبها تبرد على ما بجهز باقي المكونات. طبق بحط فيه بصلاية كبيرة مقطعها صغير بالحجم ده، ومجموع البصل اللي استخدمته في الخلطة نص كيلو من البصل على كيلو من الطماطم وكيلو من الرز. نفس التوابل اللي حطيتها مع البصل والفلفل في التسبيكة هحطها على البصل النية، اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من الملح والبابريكا ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون والكزبرة والشطة. وكل المقادير دي هتلاقوها مكتوبة تحت الفيديو أو في أول تعليق مثبت. بدعك الملح والتوابل مع البصلة، وبرده الخطوة دي بتفرق جدا في طعم المحشي. بعد ما الخلطة بردت هي كانت دافية شوية، عندي هنا كزبرة وشبت وبقدونس وبكون مقطعهم صغير، وازود كمان 4 أو 5 ورقات من النعناع، دي بتساعد شوية على هضم الأكل الدسم. ودي البصل اللي بهرتها بالملح والتوابل. هقلب كله مع بعضه لحد ما اتأكد ان الخليط اتخلط كويس، وهنقل الخلطة في طبق تاني. ودي كده أحلى خلطة محشي تقدروا تحشوا بيها ورق العنب أو الكرنب أو المحاشي المشكلة، لون وطعم وريحة فيها كل المميزات.